اهلا بيكم في مطبخ السعادة. النهاردة هنعمل الفخدة الضاني بطريقة جميلة جدا. اول حاجة عندنا فخدة ضاني حوالي 3 كيلو. الفخدة هنكون مقطعينها بالشكل ده عشان تستوي كويس، وتاني حاجة ما تشدش معانا وتكور، وتالت حاجة عشان كل الخليط يدخل جواها. فهنبتدي نقطعها بالسكينة بالشكل ده، او حتى نخلي الجزار يقطعه لنا. في برضو طريقة تانية ان احنا ممكن نشيل طبقة الدهون دي للي يحب، يعني لو مش عايز طبقة الدهون دي ممكن نشيلها. بس هي طبعا لما بتيجي تتشوي بتبقى طعمها حلو جدا، وبتنزل الصوص بتاعها بيبقى شكله كمان حلو. اول حاجة عندنا التتبيلة. عندنا معلقة كبيرة من الخل، ونص كوباية من عصير البصل، وعندنا معلقة كبيرة من المستردة، ومعلقة متوسطة من الزعتر والفلفل الاسود، وبهارات اللحم. وبعد كده عندنا برضو ربع كوباية من عصير الطماطم. هنبتدي نحط كل الخليط ده مع بعض ونقلبه كويس قوي. وبعد كده نبتدي نتبل اللحمة. هنتبل اللحمة كويس قوي سواء بايدينا او بالمعلقة. اهم حاجة نفتح الفتحات اللي احنا عاملينها ونبتدي نحط التتبيلة كويس قوي. وبعد كده بندخلها التلاجة لمدة من 2 لغاية 4 ساعات. ولو عايزين نبيتها نبيتها. طبعا التتبيلة دي ما فيهاش ملح في المرحلة دي نهائي لما بنخرجها من التلاجة. وبعد كده لما بنخرجها من التلاجة بنحط 3/4 معلقة ملح كبيرة، وندعكها كويس بايدينا. وبعد كده بنسخن طاسة تيفال او جريل على حسب المتوافر، تسخن كويس قوي، ونبتدي نحط الفخدة بتاعتنا بالشكل ده. طبعا لو الفخدة ما فيهاش دهون يفضل نرش على الجريل نفسها زيت او الطاسة زيت. فايدة اللي احنا بنعمله ده ان احنا نديها صدمة عشان تحتفظ اللحمة بكل السوائل جواها. وبعد كده نبتدي نقلبها على الوش التاني اول ما تاخد وش بالشكل ده، يعني حوالي 5 دقايق على الوجه ده و5 دقايق على الوجه ده. وبعد كده بنجيب حوالي نص كوباية مية، وبندوب فيهم رشة ملح ورشة فلفل، وبنجيب صينية ونبتدي نحط عليها تحت شرايح من البصل او البطاطس والجزر، اي حاجة عندنا متوفرة. وبعد كده بنحط المية وبنحط الفخدة، وبعد كده بنقفلها بالفويل كويس جدا، وبندخلها الفرن على درجة حرارة من 180 ل 200. اهم حاجة نكون مسخنين الفرن قبليها. وبتدخل الفرن حوالي 2 ساعة. ولما بتخرج من الفرن بنجيب فحمة ونسخنها على النار بالشكل ده. واول ما الفحمة تدخن معانا وتسخن على النار كويس، نجيب ورقة فويل ونحطها عليها الفحمة، ونبتدي نحط عليها معلقة زيت ونقفلها، ونقفل نحطها مع الفخدة يعني، ونقفل الصينية. وبعد كده بنفتح الصينية وبنقدم الفخدة بالشكل ده. طبعا الفحم، ريحة الفحم هتديها طعم جميل جدا. وبنسيبها حوالي يعني ربع ساعة مغطين عليها في الفحمة. وبعد كده بنشيلها زي دلوقتي، وبيكون طعمها حلو جدا. ممكن تتقدم على فتة بالشكل ده. أتمنى تكون الوصفة سهلة وسريعة وعجبت حضراتكم. أتمنى الفيديو يكون عجب حضراتكم، ولو عجبكم ما تنسوش لايك على الفيديو، واشتراك في القناة، سبسكرايب وشير للفيديو، وممكن تفعلوا الجرس عشان تشوفوا أجدد فيديوهات مطبخ السعادة.